السلام عليكم ورحمة الله أغلى متابعي قناة كوزين مريم. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك معكم كسكس بالخضار، طريقة سهلة ومبسطة. تابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. عندي دجاج وملح 7 أفراد العائلة، الحمص اللي سبق لي رطبته، بصلة ومطيشة مشلضين، الملح، سكينجبير، إبزار أو فلفل أسود، خرقوم، زعفران دامة، قليل من البابريكا أو التحميرة، الزيت، من بعد رجعت الدجاج يتشحر مع التوابل، بصلة مطيشة، على نار تكون مهيلة أو متوسطة. من بعد ما تقلى الدجاج مرقته بالماء يكون سخون، صافي نسد الكوكوط، نخلي الدجاج يطيب مع الحمص مدة 45 دقيقة تقريبا. ندير نص كيلو ديال الكسكسو متوسط، ضفت له الزيت، من بعد ضفت له الماء اللي يكون سخون. هذه هي الطريقة اللي كنعتمد عليها. خليته يشرب الماء، من بعد غادي نحركه ملعقة خشبية أو بفرشاة بهذه الطريقة. هذه المرحلة أنا كنعتبرها التفويرة الأولى ديال الكسكسو.
هو تبارك الله. المهم جا مفتول مزيان. صافي غادي نرجعه يتفور في الكسكاس. هذه التفويرة الثانية. بالنسبة للخضرة، المهم كل واحد كيدير على حساب اللي عنده. عندي هنا الكرنب، القرعة الحمراء، خيزو، اللفت. المهم هذه هي الخضر اللي خدرت بها. صافي رجعت الطعم يتفور او الكسكس. من بعد طفيت على الكوكوط. المهم نحمصو الدجاج طاب ونص طيبة. دابا غادي نفرم الخضرة اللي غادي نضيفها في الاول. ندير الكرنب واللفت، وغادي نزيد حتى الجزر. صافي نزيد الكوكوط ونخليهم يطيبوا مدة نص ساعة تقريبا. من بعد ضفت القرعة الحمراء والقرعة الخضراء وزدت عليها بطاطا. المهم انا التفويره الثالثه ما شاركتهاش معكم. كل واحد كيعرف يفور الطعام. ضفت له الملح ورديته يتفور. صافي هذا هو الطبق النهائي او القصعه ديال الكسكسو. نتمنى تعجبكم، وما تنسوناش بلايكات ديالكم وتشجيعاتكم. وشكرا لكم، والى فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.